السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في اللقاء السابع من مشروع الفلاح. ذكرت لكم في الدروس السابقة أنه يجب علينا أن نأخذ الدين من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نستطع نأخذ من العلماء الذين يأخذون من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق قواعد مأخوذة من الكتاب والسنة. وذكرت لكم في اللقاء السابق شروط وضوابط الأخذ من العلماء، واليوم إن شاء الله تعالى أريد أن أذكر لكم بعض المصادر التي يأخذ منها بعض الناس دينهم. فبعض الناس لا يأخذون الدين من كلام الله سبحانه وتعالى ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أين يأخذون دينهم؟ يأخذون دينهم من مصادر أخرى يجمعها كلمة الهوى. فبعض الناس يأخذون دينهم بأهوائهم، لا يأخذون دينهم من كلام الله سبحانه وتعالى ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا معي إخواني الكرام لنأخذ بعض هذه المصادر التي يأخذ بعض الناس دينهم منها. فبعض الناس يأخذون دينهم مثلا بالحداثة، يقولون العالم تطور، الناس تطوروا، الناس وصلوا إلى القمر وأنتم ما زلتم تتكلمون عن أحكام الطهارة. فنقول لهم: ما هذه المبالغة العجيبة؟ نحن الآن في هذه اللحظة هل نتكلم عن الطهارة أم أنت تتكلم عن الطهارة؟ نحن نتكلم عن الطهارة، نعم، ونتكلم عن الصلاة، ونتكلم عن العقائد، ونتكلم في الرياضيات، ونتكلم في الفيزياء والكيمياء، ونتكلم في الطب، ونتكلم في التكنولوجيا. وها أنا أيضا أستعمل التكنولوجيا، فأنا كيف أتواصل معكم؟ أتواصل معكم عن طريق التكنولوجيا. فلا مانع من ذلك، الله سبحانه وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وفي هذا مصلحة، والله سبحانه وتعالى أذن لنا أن نأخذ بالمصالح. فإذا لا تعارض بين تعلم الطهارة وبين أن نصل إلى القمر، لا تعارض في ذلك. لكن أقول لك: أنت هل وصلت إلى القمر؟ هل تعلمت الطهارة؟ هل تعلمت هذه الأشياء؟ ولا عبرة أصلا في ذلك، لأن الوصول إلى القمر شيء، والدين وأمور الدين شيء آخر. فمثلا الكذب عند سيدنا آدم حرام، وهو عند سيدنا إبراهيم حرام، وهو عند سيدنا موسى حرام، وعند سيدنا عيسى حرام، وعند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حرام، وهو عندنا حرام وإلى قيام الساعة حرام. فالكذب حرام في الماضي والآن وفي المستقبل. لا يتطور الكذب فيكون حراما ثم يصير حلالا. هذه أشياء لا تتطور مهما تقدم العالم، فيبقى الكذب حراما. أيضا مثلا الشرك بالله سبحانه وتعالى هو عند آدم حرام، وهو عند سيدنا صالح حرام، وهو عند سيدنا شعيب حرام، وهو عند سيدنا موسى حرام، وعند سيدنا عيسى حرام، وعند سيدنا محمد حرام، وهو عندنا حرام إلى قيام الساعة حرام. لا يتطور هذا الموضوع. توحيد الله سبحانه وتعالى لا أقول يتطور، فلا يجوز الشرك في كل زمان وفي كل مكان. هذه أشياء إخواني لا تتطور. الزنا وعمل قوم لوط هو عند سيدنا آدم حرام، وعند سيدنا شعيب حرام، وعند سيدنا لوط حرام، وعند سيدنا موسى حرام، وعند سيدنا عيسى حرام، وعند سيدنا محمد حرام، وهو عندنا حرام إلى قيام الساعة حرام. مهما تطور العالم فهذه أشياء لا تتغير ولا تتبدل إخواني الكرام. فالذين يقولون نحن نريد أن نأخذ ديننا بالحداثة، العالم تغير فتعالوا معنا نغير الدين، نقول لهم لا. أعطيكم مثالا على ذلك إخواني الكرام. مرة أحد الأشخاص اقترح اقتراحا، وهو أن ننقل صلاة الجمعة من يوم الجمعة إلى يوم الأحد. لماذا؟ قال: لأننا في أمريكا وأوروبا وفي بعض البلاد نعمل في يوم الجمعة، والعطلة الرسمية في هذه البلاد هو يوم الأحد. فيوم الجمعة
الناس لا يأتون إليها لأنهم في أعمالهم، فالإنسان يعمل ولا ينتهي دوامه إلا بعد صلاة الجمعة، والمسافة ربما بعيدة. أيضا بعض الناس يتكاسلون عن حضور صلاة الجمعة في يوم الجمعة لأنه لا يستطيع أن يغتسل، ولأنه في العمل أو في الوظيفة أو كذا أو كذا أو كذا، فلا يجتمع كل الناس يوم الجمعة. فماذا نفعل؟ قال لو نقلنا صلاة الجمعة إلى يوم الأحد فيستطيع الإنسان أن يأتي مبكرا إلى صلاة الجمعة، لكن سيغيرها إلى صلاة الأحد. يستطيع أن يأتي مبكرا، يستطيع أن يأتي لأنه ليس مشغولا، هذه عطلة رسمية، فيجتمع الناس أكثر ويأتون مبكرين وكذا وكذا. في هذا مصلحة للناس في أمريكا وفي أوروبا وفي أستراليا وفي كذا وكذا، فلماذا لا ننقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد؟ وفي هذا نكون قد تقدمنا، وهذه حداثة. نقول لهم لا، بل أنتم عليكم أن تتقدموا وأن تتطوروا. أنتم تطوروا واجعلوا يوم الجمعة عيدا. أنتم تطوروا مع الإسلام، لأن الإسلام متطور في ذاته لا يحتاج إلى تطور، بل أنتم يجب عليكم أن تتطوروا. فيجب عليكم أن تتطوروا وتجعلوا يوم الجمعة عيدا، وأن تلتزموا بصلاة الجمعة في يوم الجمعة. يجب علينا أن نتطور، يجب على الناس أن يتطوروا مع الإسلام، ولا نقول يجب على الإسلام أن يتطور، لأن الإسلام متطور في ذاته. ومثل هذه الأشياء كثيرة. يعني بعض الناس دائما يقولون العالم تحضر، العالم وصل إلى القمر، العالم فعل كذا، العالم فعل كذا، ونحن ما زلنا في أماكننا. نقول للعالم يجب عليه أن يتطور مع الإسلام. فلا تبديل ولا تغيير إخواني الكرام في مسائل الدين، في أمور الدين. أما في أمور الدنيا لا مانع أن نركب الطائرة والسيارة وأن نستخدم التكنولوجيا، لا مانع من ذلك أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. بعض الناس إخواني الكرام لا يأخذون دينهم من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يأخذون دينهم بالكثرة. يقولون أكثر الناس يفعلون كذا، كل الناس يفعلون كذا، فقط أنا أتحجب. أنا عندما أذهب مثلا إلى الجامعة أو إلى الوظيفة أرى هذه تكشف شعرها وهذه تكشف جسدها، وهكذا العالم يعيش. وهذا كما قلنا تطور، لكن الآن تطور وحداثة يعني، وأيضا ماذا؟ كثرة. كل الناس هكذا يفعلون، فأنا أفعل مثلهم. نقول لهم قال الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأكثر من في الأرض سيضلون عن سبيل الله. قال الله سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. وقال الله سبحانه وتعالى عن إبليس وهو يقول لله سبحانه وتعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأكثر الناس ليسوا مؤمنين. فليست العبرة بالأكثرية إخواني الكرام، العبرة بالحق، العبرة بالحق وليس العبرة بالأكثر. فلا نقول كل الناس كل الناس كل الناس. إذا كل الناس ضلوا فنحن لا نضل، فنعمل كما أمر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس لا يأخذون دينهم لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يأخذون دينهم بالنية الحسنة. يقولون أنا نيتي حسنة، الشيخ فلان نيته حسنة، ما قصدك ذلك كذا. نقول لهم لا يؤخذ الدين بالنية الحسنة، يؤخذ الدين من كلام الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأنا لا علاقة لي بنيته الصالحة أو كذا، لي علاقة ب لا أنظر إلى قصده، أنظر إلى عمله، عفوا أنظر إلى كلام الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل عمله متوافق مع الشرع أم لا؟ لا ننظر ماذا يقصد. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
إنما نحن مصلحون. فهو يظن أنه على خير لكنه على باطل. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. انحرف فكره فصار يرى الباطل حقا والحق باطلا، كما قال الله سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فبعض الناس تنحرف عندهم البوصلة، فنحن نقيد أنفسنا بالشرع، بكلام الله سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يأخذون دينهم بالتيسير، يقولون: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ويقول: الله غفور رحيم. فالشيخ الذي يسهل على الناس يتبعونه. يقولون مثلا هذا الشيخ يقول: كل الناس إلى الإسلام، كل الناس إلى الجنة. بعض المشايخ يقولون هكذا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مبارك كل الناس إلى الجنة. هذا هو الدين، هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى. انظروا ما أجمله: التسامح، التيسير، التبسيط. الله غفور رحيم. نقول لهم: لكن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. والله سبحانه وتعالى قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وآيات كثيرة. إذن إخواني الكرام، ليس الأمر بالتسهيل، يقول والله هذا الشيخ يسهل على الناس وكذا، فهذا يشبه دين الله سبحانه وتعالى، فأنا أتبع هذا. ولا ينظر إلى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. لا يكملون الحديث. وبعض الناس بالعكس يأخذون الدين بالتشدد، كل شيء عنده تشدد وغلو. خذ يا يحيى خذ الكتاب بقوة مثلا، يستدل بآيات القوة: الله شديد العقاب، الله سريع الحساب، كذا، فيضيق على الناس، كذا، لا يبتسم. فبعض الناس يقولون هذا هو الدين الحق، فيه غلظة، فيه شدة، فيه قسوة. نقول لهم أيضا ليس كذلك. الشدة في وقت الشدة واللين في وقت اللين. لن نكون أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته، ولن نكون أغلظ من النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين في غلظته. فمرة جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يروا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبعوه، فجاءهم الشيطان فقال: أنتم من ستسألون؟ ستسألون محمدا عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، فلن يعبد الله كثيرا لأنه غفرت ذنوبه. فلا تقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه غفرت ذنوبه، أما أنتم لم تغفر ذنوبكم، فيجب عليكم أن تعبدوا الله أكثر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. ليس فقط الاثنين والخميس أو 3 أيام من كل شهر أو رمضان فقط، لا، هو يريد أن يصوم في كل السنة. فأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم ولا أرقد، قيام الليل دائما، لن أنام طوال الليالي، في كل الليالي أنا قائم أصلي دائما. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. علم النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا أكثركم لله خشية، وأنا أتقاكم لله، وأنا أعلمكم بالله. فأما أنا فأصوم وأفطر، وأنام وأقوم وأرقد، وأتزوج النساء.
فمن رغب عن سنتي فليس مني. إخواني الكرام، لا يؤخذ الدين لا بالتشدد ولا بالتسهيل، يؤخذ الدين من الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا يأخذون من كلام الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذون دينهم بالموضة، يقولون هذه الموضة، كل الناس يلبسون، خاصة بالنسبة للبنات والنساء، كل النساء يلبسن كذا وكذا، الموضة الدارجة كذا، فأنا أتبع الموضة. نقول لهم هل تتبع الموضة أم تتبع كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يأخذون دينهم من أصدقائهم في المدرسة، نقول هذا ليس هو المصدر. بعض الناس يأخذون دينهم من التلفاز، من المسلسلات، نقول هذا الذي تقلده في المسلسل الآن يمثل هذا الدور أنه رجل صالح مثلا، لكن في دور آخر يمثل وينام مع امرأة لا تحل له مثلا. فلا تأخذ دينك من المسلسلات. هؤلاء جعلوا المسلسلات والتلفزيون وكذا منابر لتوصيل أفكارهم إليك، لا لتوصيل دين الله إليك، فلا يؤخذ الدين من هؤلاء أيضا. إذا قلنا أنه جعلنا ضوابط للعلماء فكيف بهذه المصادر؟ فبعض الناس يأخذون دينهم من هنا وهناك، بعض الناس يأخذون دينهم بالمظاهر، يقولون هذا الشيخ عمامته كبيرة وظريفة وجبته واسعة فهذا هو العالم. بعض الناس بالعكس يقول أنا لا أخذ من هؤلاء المشايخ التقليديين، أنا أخذ من المشايخ الذين يلبسون طقم وجرافي وكذا. فبعض الناس ينظرون إلى العمامة والجبة، وبعض الناس ينظرون إلى منظر آخر. بعض الناس يقولون أنا أخذ الدين من هذا الشيخ لحيته طويلة وجميلة، والثاني يقول لا أخذ من هذا الدين، هذا شكله من هذا الشيخ، هذا الإرهابي، هذا الكذا، على حسب ما تعلم من التلفاز. فبعض الناس ينظر إلى طول اللحية، وبعض الناس بالعكس يأخذ دينه يقول الدين ليس باللحية مثلا. فالعبرة إخواني الكرام ليس بالمظاهر، كم طول ملابسه، ما هي شكل عمامته، ما شكله كيف. لا يؤخذ الدين بهذه الطريقة إخواني الكرام. فيجب علينا أن نرى المصادر الصحيحة لنأخذ الدين منها. هذه بعض المصادر التي قلتها لكم يجمعها كلمة الهوى إخواني الكرام، لكن هناك مصدر خطير جدا يأخذ بعض الناس دينهم منه، وهو العقل. يجعل العقل حاكما على الشرع، يجعل العقل حاكما على كلام الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فينظر في آيات القرآن الكريم وينظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق عقله قبله وأخذه، وما خالف عقله رده بالتأويل، رده بالتضعيف كذا، يقول هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المراد هذا المراد كذا وكذا، فيجعل عقله حاكما على كلام الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يقول عقلي هو الذي يضبط القرآن والسنة، كأن القرآن والسنة يحتاج إلى الضبط، يحتاج إلى العقل. نقول له بل بالعكس، يجب أن نضبط العقل بالشرع، نضبط العقل بالكتاب والسنة، ولا نضبط الكتاب والسنة بعقلك. العقول إخواني الكرام متفاوتة، العقول محدودة، العقل لا يستطيع أن يدرك كل الأشياء. فالشرع أمرنا بالعقل، نعم، قال أفلا يعقلون، مثلا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال عن الكفار في جهنم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فالشرع أمرنا بالعقل، والعقل أمرنا بالشرع، فلا تعارض بين العقل والشرع إخواني الكرام. هؤلاء يجعلون هناك تعارضا، يقول هذه الآية لا يقبلها العقل، هذا الحديث لا يقبله العقل، هذا كذا، فيحكم عقله على الشرع. نقول له لا، ليس كذلك، بل نجعل العقل في مكانه. العقل لا مجال له في أمور الغيب، لا مجال له في أمور العبادات، لا مجال له في التشريع. العقل يوصلك إلى الله نعم بالتفكر، لكن لا يستطيع العقل أن يدرك صفات الله سبحانه وتعالى، فيجعل نفسه
حاكما على صفات الله. يعني أعطيكم بعض الأمثلة. الله سبحانه وتعالى قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قالوا الله لم يخلق آدم بيديه، وإنما خلقه بقدرته، فيفسرون اليد هنا بالقدرة، اليدين بالقدرة. نقول لماذا؟ قالوا لأن اليد تفيد التجسيم. كيف تفيد التجسيم؟ أنا سأقول لكم عندهم كيف تفيد التجسيم. يقولون اليد هي جزء من كل، فإذا أثبتنا أن لله سبحانه وتعالى يدين فقد جزأنا ذات الله سبحانه وتعالى، والتجزئة هي من صفات الأجسام، والأجسام من صفات المخلوقين. نقول لهم: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عن من تتكلمون أنتم؟ هل تتكلمون عن المخلوق أم عن الخالق؟ كيف شبهتم الخالق بالمخلوق؟ اليد هي جزء من كل في المخلوق، هذا في المخلوق وليس في الخالق. نحن لا نتكلم عن يد المخلوق التي هي جزء من كل، نحن نتكلم عن الله سبحانه وتعالى. فكيف تشبه الله بالمخلوق؟ كيف تقيس الخالق بالمخلوق؟ هذا لأنك أدخلت عقلك. رجاء 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 احترم عقلك، احترم الشرع. رجاء لا تدخل عقلك في شرع الله، لا تدخل عقلك في القرآن الكريم، لا تجعل عقلك حاكما، أبعد عقلك رجاء. ما هذا؟ قال جزء من كل وكذا، هذا في المخلوق وليس في الخالق. إخواني الكرام، العقل محدود، لا يستطيع أن يدرك كل شيء. مثل البصر، هل بصري الآن يستطيع أن يدرك كل شيء؟ هل يستطيع أن يتجاوز هذه النافذة ويرى الطريق؟ عقلي محدود، محدود من هنا إلى هنا، بعد هنا لا يرى شيء. فأنتم تعلمون هذا إخواني الكرام. فأنا لا أعطي بصري فوق حجمه الطبيعي، فوق قدرته. فأقول أنا بصري محدود إلى هنا، لا أرى ما بعده. هل لأني لا أرى ما بعد النافذة يعني أنه لا يوجد شيء؟ بل يوجد أشياء كثيرة جدا. الآن لو فتحت لكم النافذة سترون طريق طويل جدا، وسترون أشياء كثيرة، لكن بصري محدود إلى هنا. والعقل إخواني الكرام محدود، لن يدرك ذات الله سبحانه وتعالى، لن يدرك كيف استوى الرحمن على عرشه، لن يدرك كيف ينزل الله في الثلث الأخير من الليل، لن يدرك كيف خلق الله آدم بيديه. قال بقدرته، قال الله خلق كل شيء بقدرته. فما الميز أن خلق آدم إذن بيديه؟ يعني لو فسرنا بقدرته اختل معنى الآية إخواني الكرام. الله يريد أن يشرف آدم أن خلقه بيديه، فلو قلنا بقدرته كل شيء خلقت بقدرة الله سبحانه وتعالى. إخواني الكرام، انظروا أيضا كيف يتحكمون، يقولون كلام الله سبحانه وتعالى، لا يثبتون كلام الله سبحانه وتعالى، يقولون كلام الله مخلوق مثلا، مثل المعتزلة، لا ينفون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. قال لماذا؟ انظروا كيف يحكمون عقولهم. قال لأن الكلام عبارة عن حروف وأصوات، وهذا الكلام حادث، يعني لم يكن ثم صار. يعني مثلا يقولون أن عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ قال لأن الباء سبقت السين، والسين سبقت الميم. انظروا كيف يحكمون عقولهم. فالميم مسبوقة بالسين، والسين مسبوقة بالباء، فجرى الزمان على هذا. يقولون هذه حوادث، وما قامت به الحوادث فهو حادث. ويقولون نحن لا ندرك في العالم إلا جواهر وأعراض، يعني محدثات. إذا قامت ما قام، يقولون نحن إذا قلنا أن الحوادث قامت بالجواهر بالذوات، فالحوادث مخلوقة، فالجواهر مخلوقة، فالذات مخلوقة، فأثبتنا حدوث الأشياء من حدوث الحوادث في الأشياء. فالحوادث لا تقوم إلا بالأجسام،
فإذا قلنا أن الله يتكلم أو أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل أو أن الله استوى على عرشه، يقولون هذه حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بالأجسام، وأنتم مجسمة. أنتم مجسمة عندما جعلتم لله سبحانه وتعالى أجزاء، قلتم أن لله يدين، أنتم مجسمة. وأنتم مجسمة لأنكم أثبتتم أن لله حوادث تقوم فيه. نقول لهم سبحان الله، كيف تقولون هذا الكلام؟ هل أنتم استقريتم كل العالم فوجدتم أن العالم منقسم إلى حوادث وجواهر، وأن الحوادث قامت بالجواهر فهذه الجواهر حادثة؟ هل لا تقوم الحوادث إلا بالجواهر بالأجسام؟ كيف اشتدت الريح؟ هذه حوادث قامت بالحوادث. هل أنت تدرك شيئا عن روحك التي تصعد وتنزل في كل يوم؟ هل تدرك شيئا عن عالم الجن؟ هل الجن جواهر وأعراض؟ إذا هذا أنت لا تدركه في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ هل أنت استقريت كل العالم فحصلت على هذه النتيجة؟ فحتى لو كان العالم كله جواهر وأعراض كما تدعون فالله ليس كالعالم سبحانه وتعالى. فلا تقس الله على المخلوقين، لا تقس، هذا قياس خطأ، قياس الغائب على الشاهد إخواني الكرام. لكن المشكلة الكبيرة أن عقلك محدود، أنت ما أدركت كل شيء، ما أدركت كل العالم. الله سبحانه وتعالى قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الذي لا نبصره أكثر بكثير مما نبصره. العقل مكبل إخواني الكرام بالمحسوسات، بالمشاهدات، لا علاقة له بالغيب. فرجاء لا تدخل عقلك في الغيب. فبعض الناس، هذا من بعض الفرق التي تنتمي إلى الإسلام إخواني الكرام، تنفي صفات الله سبحانه وتعالى بهذا العقل، وهذا لا يقبل. لا تقوم الحوادث إلا ما قامت به الحوادث فهو حادث. من أين جئت بهذه القاعدة؟ هذا من عقلك، ونحن لا نريد عقلك، نحن نريد كلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا نحن عندما نتكلم عن كلام الله نقول كلام الله ليس مخلوقا، لأن الله ليس مخلوقا. كلام الناس مخلوق وكلام الله ليس مخلوق. الله تكلم مع موسى تكليما، وسمع موسى كلام الله، والله تكلم مع الملائكة وقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، وهم سمعوا كلامه. والله كلم إبليس وقال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذه حجة على من يحكم العقل بالشرع ولا يلزم العقل حده. إبليس استخدم عقله، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. من قال لك أنك خير من آدم؟ العقل، القياس. لا تستخدم عقلك رجاء في هذه الأشياء. نحن نستخدم العقل إخواني الكرام حتى لا يفهم كلامي بشكل غير صحيح. الله أمرنا باستخدام العقل، لكن لا نتجاوز الحد بالعقل. سيأتي معنا إن شاء الله عندما نتكلم كيف نأخذ الدين، سنتكلم عن القياس، نتكلم عن المصالح المرسلة، نتكلم عن أشياء كثيرة نحتاج إلى العقل إخواني الكرام. لكن نحن نحترم العقل، فالعجز عن الإدراك إدراك. العقل والنقل، العقل والشرع أصدقاء، فالذي يطعن بالعقل يطعن بالشرع، والذي يطعن بالشرع يطعن بالعقل. لا تعارض. عندما نتكلم هذا أنت تقول هذا مخالف للعقل، نقول لا، بل عقلك لا يتحمل أن يدرك صفات الله سبحانه وتعالى حتى تنكرها مثلا أو حتى تؤولها. العقل لا يدرك هذه الأشياء. فنقول العقل نحترمه، لكن في هذه الأشياء مثلا لو قلت لي لماذا نصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات؟ ما الفرق بين المغرب والعشاء؟ هذه صلاة في الليل وهذه صلاة في الليل، والفرق بينهما ساعة أو ساعة
جزء من الساعة. لماذا لا تكون العشاء مثل المغرب أو المغرب مثل العشاء؟ نقول لا تشغل عقلك بهذه الأشياء، استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس مثلا ينكرون معراج النبي صلى الله عليه وسلم، ممن ينتسبون إلى القبلة، ممن ينتسبون إلى الإسلام. وأنا حاورت بعض الناس يعني يقول المعراج أنا لا أثبته لأنه يعني مخالف للعادة أو كذا، ربما يتجرأ ويقول مخالف للعقل. نقول أنت لماذا أثبتت الإسراء؟ الإسراء أيضا خارق للعادة، معجزة. فالإسراء مثل المعراج، أنت أثبتت الإسراء، لماذا لا تثبت المعراج؟ ماذا العقل المتفاوت؟ وهو في الحقيقة العقل المتفاوت، يعني ترى بعض الناس اليوم يتكلم بشيء غدا يغير رأيه. هذا ما وجدناه عند بعض العلماء. فالعقل إخواني الكرام محدود، والعقل يتفاوت. فالعقل ليس حجة إخواني الكرام، العقل هو آلة، لكن لا يشرع لنا ولا يحق له أن يقيد الكتاب والسنة. يدخل عقله مثلا كما قلنا منذ قليل، يعني بالنسبة مثلا لمن يتكلم عن الحداثة يقول ننقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد. أعمل عقله ننقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد، هذا أفضل، يجتمع الناس كلهم ومثلا يستفيدون كلهم من خطبة الجمعة. ينظر هكذا بعقله، سبحان الله. أيضا مثلا يقول كل الناس يفعلون كذا، كل الناس هكذا الموضة، لا يؤخذ الدين بهذه الطريقة. أيضا مثلا إذا فعلنا كذا، أنا الآن سأعطيكم طريقة وأنتم قولوا لي ما رأيكم، أنا سأعمل الآن برأيي. لماذا لا نصلي تحية المسجد جماعة، أو سنة الفجر أو الظهر القبلية أو البعدية مثلا جماعة؟ أنا أقول لكم الجماعة أفضل من أن تصلي لوحدك، بدليل أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، فصلاة الجماعة أفضل، فنصلي. وسيدنا عمر جمع الناس على صلاة التراويح جماعة، فنحن أيضا نصلي السنن، سنة الظهر، سنة العصر، سنة المغرب جماعة. لا يؤخذ الدين إخواني الكرام بهذه الطريقة، لا بد من ضوابط. إذن كما قلت لكم يوجد ضوابط وشروط للأخذ من العلماء، أيضا يوجد ضوابط للعقل. لا نحكم العقل في كل شيء، لا مجال للعقل في أمور الغيب وفي أمور العبادات. نلتزم بما قاله الله سبحانه وتعالى رجاء لا تدخل عقلك في هذه الأمور. يجب أن تقيد عقلك بالشرع. الله قال أنه استوى فقيد عقلك بالشرع، قال لما خلقت بيدي، قيد عقلك بالشرع، ولا تقيد الشرع بعقلك. كما قلنا عن العلماء يجب أن نضبط كيف نأخذ من العلماء حتى لا نكون مثل بني إسرائيل. أيضا يجب علينا أن نضبط عقلنا حتى لا نكون كإبليس، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أطلت عليكم إخواني الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تكلمنا، أن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.